بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة زي ما انتم شايفين، وصفة قراقيش وقرص بالعجوة وسادة. هنعملهم كلهم بعجينة واحدة. هتنفعك جدا مع كوباية شاي في فطار أول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين، وعد الأيام عليكم وعلينا بكل خير وسعادة يا رب. أول حاجة هنبدأ الوصفة فيها قطعة خميرة وزن 30 جرام. ممكن تستعملي انت خميرة فورية وهتبقى ساعتها معلقة كبيرة. هنضيف عليها معلقة كبيرة سكر ونص كوباية مية دافية. هدوب كل المكونات دي مع بعض وهشيلهم على جنب لغاية ما الخميرة تتفاعل. معايا هنا كيلو دقيق، هحط عليه معلقة ونص كبيرة من الشمر واليانسون مطحونين، ونص معلقة كبيرة ريحة الكحك. المنكهات دي كلها ممكن تستغني عنها وتضيفي محلى. هضيف عليهم 2 معلقة كبيرة من السكر العادي أو السكر البودرة. هضيف عليهم نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ودي بتزود معايا من هشاشة العجين. بعد كده هزود مكون حلو قوي هيدي العجينة هشاشة وطعم جميل، 3 معالق كبار من النشا. اللي مش عايز يضيف النشا ممكن يستغنى عنه، بس صدقوني هيزود من هشاشة العجين معاكم بشكل هتخلي طعم بتاع القراقيش بتاعتك رهيب. وهيزود عليهم بعد كده معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، والمكون دوت بيخلي العجينة واخدة غنى في الطعم. لو ضفتيها هتحسي بالفرق جامد معاكي، وان القرص طعمها قد ايه غني. طبعا ما تنسيش رشة الملح، وقلبي كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا. انا هنا هستخدم سمنة باردة عشان هعمل كيلو بس. لو انت هتعملي كمية سخني السمنة بس بلاش تقطعيها عشان تبقى خفيفة على المعدة. هنا وزن السمنة اللي انا استخدمتها 350 جرام، لو بالكوباية هتبقى كوبايتين الا ربع. هضيف عليهم نص كوباية من الزيت، ودوت هيكون وزنه 100 ملي تقريبا. هنا بقى مرحلة البس. انا هبدأ اقلب العجين الدقيق مع السمن والزيت كويس، وهبسهم بنفس الطريقة اللي انت شايفاها ديت لغاية ما الدقيق يتشرب السمنة لمدة دقيقتين. البس ده هيفيدنا في ايه؟ هيخلي القراقيش معاكي هشة وطعمها حلو، مش مكتومة معاكي. انا هنا ضفت الخميرة بعد ما اتفعلت وانا بعجن كده. يا ريت فضلا وليس امرا ما تنسيش اللايك، ولو مش مفعله الجرس فعليه. ولو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تشتركي معنا في القناه، وباذن الله كل اللي موجود في القناه واللي جاي هيعجبك، واهم حاجه تفعيل الجرس. بعد ما خلصنا البس لمده دقيقتين هضيف كوبايه ميه دافيه، وده هتبقى بالتدريج. ولو عايزه تستبدليها بلبن مش مشكله، بس لو هتعملي كميه انا بفضل الميه في العجن افضل من اللبن. انا هنا استخدمت كوباية المية كلها، بس انت ضيفي المية بالتدريج عشان على حسب نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه. هي دي النتيجة اللي انا عاوزة اوصل لها، عجينة طرية وناعمة مفيهاش تشققات، وفي نفس الوقت تكون بتقطع معاكي ومش بتمط. ده كده دليل على ان العجينة الناجحة معاكي ان شاء الله. نبدأ نشكل العجينة مع بعض. واول حاجة انا هعمل القرص المحشية بالعجوة. ده الحجم اللي انا استخدمته، ممكن انت تصغري او تكبري ودوت حسب رغبتك انت. والعجوة اللي انا استخدمتها انا ضفت عليها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من السمسم زي ما احنا كلنا عارفين. هبدأ بقى اقفل العجينة كويس. وعلى فكرة انا اشتغلت في العجينة على طول ما ريحتهاش. العجينة هتلاقيها معاكي طرية وناعمة وهتتقفل معاكي بكل سهولة. وزي ما انا قلتلك الحجم ده بتاعك انت حسب رغبتك وحسب ما انت عايزة بالشكل ده. وانا هنا هكرر معاكي واحدة تانية بسرعة عشان برضو تشوف الطريقة. هرص كل اللي انا عملته في صاج وهبططها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وانا استخدمت مشط. المشط دوت انا جايباه شارياه ومش بستخدمه غير للعجين بس، حطاه في المطبخ. هخرم بيه. ممكن تستخدمي شوكة، ممكن تستخدمي خلة سنان اللي يريحك. وانا هنا عملت شوية سادة بحبهم جدا مع كوباية الشاي بتاعت الصبح، ممكن تاكليها مع جبنة بتبقى جميلة. طبعا هنسيب القراقيش في الصاج تخمر لحد ما يتضاعف الحجم معاكي. مدة التخمير ديت على حسب درجة الحرارة عندك، مهم ان يتضاعف الحجم. نيجي بقى للتسوية. احنا هنسويه ازاي؟ هيدخل فرن نكون مسخنينه قبلها ب10 دقايق،
ودرجة الحرارة نكون مثبتينها على 180. هندخله طبعا رف اوسط، ومش هنشغل الشواية غير لما ياخد لون ذهبي من تحت. القرص بتاخد لون ذهبي، ما بتطلعش فاتحة. انا عملتها معاكم اهو، بصوا الكمية بسم الله ما شاء الله بالشكل. اللون موحد واخد لون من فوق ومن تحت ذهبي جميل. عملنا تشكيلة حلوة جدا هتنفعكم في الفطار او في عشاء في العيد مع كوباية الشاي. نتيجتها طبعا هشة الحمد لله، ناعمة مظبوطة بإذن الله تعالى بالملي. وده الشكل انا عملته معاكم المخرم، عملت منه سادة وبعجوة، لو عايزة برضو تحشيها ملبن ينفع. مستنية تعليقاتكم، ولو في اي وصفة من وصفات العيد ما ظبطتش معاكي او فيها اي مشكلة ابعتيلي واحنا نحلها مع بعض، وربنا يحسن ما بين ايدكم ان شاء الله تعالى. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك. ده الشكل اللي انا كنت عاملاه مخرم، قسمته 2 بحيث لو في طفل هياكل او حاجة تبقى حجمها صغير وشكلها برضو جديد وحلو. تعالوا نفتح مع بعض واحدة تعرفي منين بقى ان هي ظبطت معاكي. هتلاقيها هشة مقرمشة من بره ودايبة من جوه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. ربنا يحسن ما بين ايديكم، اتمنى تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.